عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ كنتاكي. الوصفة السرية او الخلطة والتتبيلة السرية لفراخ كنتاكي وسهلة جدا. انا بجيب فرخة، اهم حاجة بس التريكات اللي هقولك عليها، الفرخة تكون كيلو يا اما اقل من كيلو. يبقى الفرخه بتاعتك ما تكونش زياده عن كده، علشان ما بتتسلقش ولا بتاخد غلوه ولا اي حاجه، هي بتبقى نيه. بتقطعيها الفرخه، اهم حاجه انها تكون صغيره، وبتغرزيها بالشوكه او بالسكينه. تمام. اهو قدامي اهي اللي محتاجاه بقى الفراخ كنتاكي: ميه فيها تلج، وادي قطع الفراخ انا بقطعها 8 قطع. اول حاجه بعد ما بتغسليها كويس الفراخ بتنقعيها في محلول النقع. محلول النقع ده هو اللي بيسوي الفراخ على طول وبيخليها جميله. ايه هو محلول النقع؟ بتحطي ميه فيها معلقه سكر، فيها معلقه الخل، وشرايح الليمون، تمام، وقرفه عيدان، وملح وفلفل اسمر. كل ده بتحطيها الفرخه ل8 قطع بعد ما قطعتيها 8 قطع في محلول النقع ده، وبتقعد ليله كامله يما اقل حاجه 5-6 ساعات. وبعد كده بتطلعيها من محلول النقع وبتحضري بقى الخلطه الخطيره اللي قدامك دي اهي. تمام، يعني انا شلتها خلاص من محلول النقع لان انا كنت عاملاها من امبارح. واهي ال8 قطع بتحطيها بقى في لبن رايب. اللبن الرايب بتحطي عليه بهارات خطيره. ايه هي بقى البهارات الكنتاكي اللي عندي ملح، تمام، اهي قدامي من كل حاجه معلقه كده صغيره اهو. عندي الملح، وعندي فلفل اسمر، وعندي معلقه ريحان صغيره، وبردقوش وكرفس. كل ده من العطار، كل دي توابل مجففه. يبقى ملح، فلفل اسمر، ريحان، بردقوش، كرفس، خردل البودر، وفلفل اسمر، وبابريكا، وتوم بودر، وبصل بودر، وجنزبيل مطحون. دي البهارات كلها اللي انا هحتاجها للفراخ الكنتاكي. تمام. وعندي هنا كوبايتين الدقيق وعليهم معلقتين النشا. يبقى هنا كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين النشا. دول بقى هعمل فيهم ايه؟ هحط عليهم كل البهارات بتاعتي اللي انا قلتلك عليها. ادي البابريكا والملح والخردل والبردقوش والريحان والكرفس والبصل البودر والثوم البودر. تخيلوا بقى الجمال ده كله على الخليط ده. تمام اهو. انا حطيت كل ده هنا على الدقيق ده، الكفر الخارجي على الدقيق بالنشا. تمام. واقلب اهو بس كده. دي البهارات، نفس البهارات دي انا حطيتها على اللبن الرايب اللي نقع فيه الفراخ اللي هو ده. تمام. يبقى نفس البهارات اللي انا قلت لكم عليها دي هي اللي حطيتها في اللبن الرايب هنا ونقع فيه قطع الفراخ بالشكل ده. تمام يا حبايبي. هنعمل ايه بقى الخطوات بتاعتنا؟ عشان لازم بعد ما نخلص نحطها في الفريزر شويه. هنعمل ايه؟ بسم الله. هناخد قطعه الفراخ، نقلب ده بس كويس اهو. النشا بتجيب البهارات الخطيره دي. تمام. هناخد قطعه الفراخ اهي، بسم الله، في الميه تكون متلجه، ميه تكون متلجه اهو، ونحطها في الكفر بتاعنا اللي هو الدقيق بالنشا بالبهارات كده. تمام اهو. وبعد كده هنحطها تاني. تمام اهو. هنحطها تاني في الميه كده علشان تديني طبقه كريسبي زياده اهو. الميه متلج، ونحط عليها خلطه اللي هو الكفر الخارجي بتاعها، الخلطه الخطيره السريه دي. تمام.
لو عملتي نفس الخطوات دي هتطلع لك بالظبط كنتاكي واحلى والله وانضف 100 مره اهي. تمام اهو، بصوا المنظر خطيره. عايزه احطها تاني واعمل كمان طبقه زياده ممكن. تمام اهو، ونحطها في طبق السيرفيس بتاعنا اهو، لان انا هحطها في الفريزر تتجمد. ناخد كمان قطعه. بسم الله. اهو في الميه، وبعدين في الكفر بتاعنا. تمام اهو، وبعدين هحطها تاني في الميه متلج كده، وبعد كده هنقلها تاني في الكفر الخارجي اللي هيديني الطبقه المقرمشه. تمام اهو بالمنظر ده. بصوا بقى الجمال. تخيلوا بقى البهارات الخطيره دي بقى في الطعم عامله ازاي. حطاها في اللبن الرايب وحطاها هنا في الكفر الخارجي بتاعنا اهو. بصوا بالمنظر الجميل ده، ونحط في الطبق بتاعنا. هرص بقى كله واوريكي بعد ما اخلص وتطلع من الفريزر على القلي ان شاء الله شكلها. خلاص يا حبايبي، الفراخ الكنتاكي بعد ما حطيتها في الفريزر شويه وطلعتها، هنقليها بقى في الوok بتاعنا في الزيت، ولازم يكون غزير وعلى درجه حراره متوسطه، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي. بصوا شكل الفراخ بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، بصوا روعه ازاي. يعني نحطها بقى في الزيت بسم الله كده. على درجة حرارة متوسطة. تمام نقلي. طبعا الريحة، ريحة التوابل وريحة كمان. بس كده تمام. هقلي بقى بقية الكمية. وعملنا طبعا الرز بتاعها، وانتوا عارفين طبعا الرز عملناه كذا مرة، سهل خالص. بتعمليه بالبصل والكركم والكاري، بتحطي البهارات اللي انت عايزاها. تمام، وبصل بودر وتوم بودر ورشة فلفل اسمر بسيطة خالص. تمام يا حبايبي، هنقلي بقى الفراخ الكنتاكي بتاعتنا ونشوف شكلها بعد السوا عامل ازاي ومقرمشه ازاي. ان شاء الله تطلع معانا مقرمشه وحلوه اهو. ما تقلبيش بقى غير بعد ما الكفر اللي تحت يتحمر معاكي وياخد لون، بعد كده تقلبي للوش التاني. حبايبي اكلنا استوى الحمد لله. ايه رايكم بقى في الكنتاكي بتاعتنا؟ كنتاكي روعه. بصوا سامعين صوت القرمشه؟ بصوا الدبوس خطير بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، وصوت القرمشه بتاعته اهو روعه. وده الرز اللي عاملينه بالكركم والكاري والبصل البودر والثوم البودر. تعملي البهارات اللي انت بتحبيها فيه. تمام يا حبايبي، وعايزه اوريها لكم الدبوس بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. بصوا نيجي بقى هنا بقى في المايونيز بتاعنا الجميل ده كده، ونقطم بقى القطمه كده ونسمع الصوت. ها سامعين صوت القرمشه؟ خطيره. وبصوا مستويه من جوه وخطيره اهو. بصوا من جوه مستويه وروعه. ماشي يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.